المستقبلي وبإمكانات محدودة جدا. تصريح خطير من فوزي لقجع يكشف مؤامرة الحكم الإيطالي وينقلب على الفيفا وينتصر للمغرب. ولكن قبل أن نبدأ، إذا كنت محبا وفخورا بأسود الأطلس، اضغط إعجابا الآن واكتب في التعليقات ديما مغرب، وعطر فمك بذكر الله، وصل وسلم على نبينا الكريم. يا جماهير الكرة، يا عشاق الحق والعدالة، أمام ما حدث للمنتخب المغربي أمام الحكم الإيطالي، لم يعد الصمت مقبولا، ولم يعد الحياد خيارا. نحن أمام واحدة من أكثر المباريات إثارة للغضب في تاريخ الناشئين، مباراة كتب فيها الظلم بحبر ثقيل، وظلت رائحة القرارات الغريبة تلاحقها من الدقيقة الأولى حتى آخر ثانية أضيفت بلا مبرر. الحكم الإيطالي، الحكم الذي كان من المفترض أن يكون رمزا للنزاهة، تحول إلى عنوان للجدل، عنوان للغضب، عنوان لأسئلة لا تنتهي. ركلة جزاء واضحة للمغرب، تجاهلها بكل برود. لمسة يد فاضحة قبل هدف البرازيل، سمح بمرورها وكأنها لم تك. ثم وقت إضافي لا يعرف أحد من أين جاء، 4 دقائق معلنة، لكنه امتد حتى سجل البرازيل هدفا قاتلا. هذه ليست هفوات عابرة، هذه ليست أخطاء بشرية بسيطة، هذا ظلم كامل الأركان، ظلم رأيناه بأعيننا، وشعر به كل من تابع المباراة حول العالم. كيف يمكن لمنتخب قاتل بشرف ووقف بندية أمام البرازيل أن يحرم من حقه في العدالة؟ كيف يمكن تجاهل ركلة جزاء يراها طفل في الشارع؟ كيف يمكن التغاضي عن لمسة يد تعيد أي هدف في العالم إلى الوراء؟ اليوم العالم كله يتحدث، العالم كله يسأل: هل كانت الأمور طبيعية؟ هل كان الحكم عادلا؟ أم أن شيئا ما كان مقررا أن يحدث مهما قدم المغرب من أداء رجولي؟ لكن ورغم الظلم ورغم القرارات، بقي المغرب شامخا، بقي لاعبوه رجالا صغارا بأرواح كبار. وإن كان الحكم قد منح الفوز للبرازيل، فإن الروح والشهامة والانضباط كلها كانت مغربية خالصة. أيها الأحباء، لا استطيع السكوت بعد ما حدث للمنتخب المغربي أمام البرازيل في هذه البطولة. ما شاهدناه لم يكن مجرد هفوات تحكيمية عابرة، بل كان سلسلة من القرارات الظالمة التي أثرت بشكل مباشر على نتيجة المباراة. ركلة جزاء واضحة لم تحتسب، هدف للبرازيل جاء بعد لمسة يد صريحة، ووقت بدل ضائع غير مبرر. كل هذه الأخطاء لا يمكن السكوت عنها. أنا أتكلم هنا بصوت كل المغاربة، بصوت كل من يحب كرة القدم النزيهة، وبصوت كل لاعب من أشبال الأطلس الذين قدموا مباراة بطولية. لقد قاتلوا، أظهروا روحا وشجاعة لا يمكن إنكارها، ولكنهم تعرضوا للظلم من حكم لم يكن عادلا. هذا الظلم لم يؤثر فقط على النتيجة، بل على سمعة البطولة بأكملها وعلى مصداقية الفيفا. ولهذا أؤكد أمام الجميع: نحن ندرس جميع الخيارات. إعادة مباراة المغرب والبرازيل أصبحت على المحك. إذا لم يتم التعامل مع هذا الظلم بشكل عاجل، سنضطر إلى النظر في إمكانية الانسحاب من البطولة العربية في قطر، لأننا لا يمكن أن نقبل أن تسلب حقوقنا وأن تهدر جهود شبابنا بهذه الطريقة. الفيفا يجب أن يتحمل مسؤولياته ويعيد الأمور إلى نصابها الصحيح. إنه اختبار لنزاهة التحكيم ولقدرة الاتحاد الدولي على حماية العدالة داخل كرة القدم. المغرب لن يهدأ، لن يصمت، ولن يقبل بالظلم. هذا الجيل الصغير من اللاعبين الذي أظهر للعالم روحا وشجاعة يستحق العدالة ومستقبل كرة القدم المغربية على المحك. رسالتي لكل عشاق كرة القدم: شاهدوا هذه المباراة، شاهدوا أداء أشبال الأطلس، واطلبوا العدالة معهم. المغرب لن يتراجع، وسيقف دائما للدفاع عن حقوقه وعن نزاهة اللعبة التي نحب جميعا.